حبيبته بعد ما ماتت اتصلت بيه من القبر عشان تسحبه معاها لعالم الأموات. الملف الخامس مع الراوي بعنوان مكالمة من القبر. القصة بتبتدي بأحمد، شاب عنده 26 سنة، مستهتر نوعا ما، طول الوقت بيقضيه مع أصحابه في الخروج والضحك. كان مرتبط ببنت اسمها ندى. ندى كان عندها 23 سنة، كانت أصغر منه بس كانت متحملة المسؤولية عنه. كانت بتصرف على عيلتها، وده خلاها بعد ما اتخرجت تشتغل في كافيه بالليل لحد الساعة 1 كل يوم. كانت دايما معترضة على أصحابه وبتقوله إن دول هما اللي هيضيعوه، وكان نفسها إن هو يقطع علاقته بيهم. مع كده أحمد كان متمسك بصحابه ومتمسك بكل الحاجات اللي هو بيعملها، بس هي كان عندها أمل إن هو في يوم يتصلح حاله. في يوم هي كانت هتتأخر شوية في الشفت، قالت له إن هي عايزاه يجي ياخدها من الشغل بتاعها الساعة 2، لأنها خايفة تروح لوحدها عشان الطريق ده بيكون ضلمة ومقطوع. أحمد مهتمش بكلامها، ولما جه الوقت ده هو كان سهران مع أصحابه، وما خدش باله من الوقت اللي هي قالت له عليه، ولا من تليفونه اللي حاولت تتصل بيه كتير عليه. على ما أحمد خد باله من الموبايل اكتشف إن الميعاد بتاعها فات. جري بسرعة علشان يركب ويروح لها. كانت هي في الوقت ده خلاص تعبت وزهقت من الوقفة. قررت إن هي تعدي الطريق مع نفسها وتروح تركب علشان تروح بيتها لأن الوقت اتأخر. أحمد أول ما وصل لقى البوليس في المكان ولقى زحمة كتير. دخل جوه الزحمة وشاف في إيه، لقى جثة ندى. ندى في عربية خبطتها وهي بتعدي الطريق وماتت. من وقتها وهو حس بالحزن وحس بتأنيب الضمير بشكل كبير. عزل نفسه عن العالم وعن أصحابه واتقفل على نفسه لمدة سنة كاملة. قفل فيها تليفونه وقفل كل وسائل التواصل بتاعته، وما كانش حد بيشوفه ولا بيكلم حد. في الفترة دي بابا ومامته كانوا بيحاولوا دايما ان هم يخرجوه من الحالة اللي هو فيها، بيقولوله ان لازم يرجع لشغله، لازم يهتم بنفسه وبمستقبله، وان اكيد ندى اللي كانت بتحبه وعايزاه ان هو يبقى احسن ويقطع علاقته باصحابه دول مش هتبقى مبسوطة وهي شايفاه وهو في حالته دي. واكيد هي عايزاه كمان ان هو يرجع ويهتم بنفسه. بعد سنة كاملة احمد قرر ان هو يحاول يرجع لحياته ويسمع نصايح بابا ومامته. ابتدى ان هو يرجع تاني لشغله، وابتدى ان هو يرجع لحياته واحدة واحدة، بس بعد عن اصحابه اللي كان كل ما بيشوفهم بيفتكر اللي حصل بسببهم. بعدها بفترة جيتله مكالمة الساعة 2 بالليل من unknown number، في نفس الوقت بتاع الحادثة اللي حصلت فيها. رد على التليفون: الو، مين معايا؟ مش مهم انا مين، انا واحدة عايزة اتكلم معاك وخلاص. مكالمة من واحدة صوتها حلو وهادي جدا. بس احمد ما كانش نسي ندى. قفل السكة. تاني يوم في نفس الميعاد نفس الرقم بيكلمه. رد عليه. انت ليه قفلت امبارح؟ انا عايزة اقرب منك اكتر يا احمد. هنا احمد اتصدم، هي منين عرفت اسمه؟ انا اعرف عنك حاجات كتير انت نفسك ما تعرفهاش. كلام شده انه يكمل المكالمة. طلب ان هو يشوفها. هي قالت له. اكيد هنتقابل بس مش دلوقتي. بعدها فضلت تكلمه كل يوم في نفس الميعاد، يقضوا ساعات وهما بيتكلموا على التليفون. بدأ يحس ان هي بقت جزء من حياته، كأنها بتنسيه هموم يومه وذنب ندى اللي هو بقى عايش فيه وفاكره طول الوقت. كان بيستنى يومه كله يخلص علشان تيجي الساعة 2 بالليل وتكلمه زي كل مرة، بس كان بيتضايق منها ان هي مش راضية تديله رقمها والغموض اللي هي فيه. بعد فترة وافقت ان هما يتقابلوا، ولما طلب منها ان هي تحدد المكان اتصدم ان هي حددت الكافيه اللي كان شغالة فيه ندى. مالك سكت ليه؟ ممكن نغير المكان؟ حاسس اني مش هبقى مرتاح هناك. مش انت عايز تشوفني؟ انا بحب اوي هناك وبحس ان انا مرتاحة. بعد الحاح جامد منها وافق ان هما يتقابلوا تاني يوم هناك. راح في نفس الميعاد اللي اتفقوا عليه. لما وصل الكافيه من بعيد حس انه شايف ندى واقفة في نفس المكان اللي كانت مستنياه فيه واللي كان دايما بيوصلها منه. احمد انهار ومقدرش ان هو يدخل، وخد بعضه ومشي. ولما اتصلت بيه تاني يوم الساعة 2 في نفس الميعاد انت ما دخلتش ليه؟ انا كنت مستنياك جوه. قال لها: انا اسف مقدرتش، انا بتقبض من المكان ده. لو ما جيتش بكرة في نفس المكان صدقني انا مش هتصل بيك تاني يا احمد. وبالمناسبة انا اسمي علي. احمد فرح ان هي قالت له اسمها، لانها كانت رافضة قبل كده لما كان بيسألها ان هي تقول له اي تفاصيل عنها. قرر ان هو هيتشجع بكرة وهيروح نفس المكان علشان يقابلها. فعلا تاني يوم راح، وبرضه وهو بيقرب بالعربية من الكافيه كان شايف ندى واقفة برا مستنياه. بس هو المرة دي جمد قلبه وقرب اكتر، واما قرب هي اختفت. احمد كمل ودخل قعد في الكافيه جوه، وفضل قاعد مستني عالية شوية. في الشوية دول هو افتكر كل حاجة كانت بينه وبين ندى.
افتكر لما كان بيجيلها في المكان ده علشان يوصلها، افتكر فرحتهم يوم ما اتخرجت واحتفالهم في نفس المكان. كل ذكرياتهم مع بعض هو افتكرها، وحس أكتر بتأنيب الضمير والذنب. بعدها بشوية جت عالية ووصلت. كان فيها شبه كبير من ندى، كان فيها كل المواصفات اللي كان بيحبها، وده خلاه يتعلق بيها أكتر. قضوا ساعات مع بعض. بعد كده هي طلبت منه إن هو يوصلها بيتها، وهنا كانت الصدمة إنها ساكنة في نفس الشارع اللي كانت ساكنة فيه ندى. طبعا هو استغرب من كل الصدف دي، بس اعتبر إن كأن القدر بيعوضه، وبعتله نسخة تانية من ندى يعيش معاها. فضلوا يتكلموا بعدها، وهي اقترحت عليه إن هما يسافروا مع بعض دهب. هنا كانت صدمة جديدة، لأن ندى كانت دايما بتقوله إن نفسها تروح معاه دهب. لما سافروا دهب هي اللي اختارت الأوتيل اللي قعدوا فيه، أوتيل هو مسمعش عنه قبل كده، ولما وصلوا كان المكان تقريبا مهجور، وهو ما كانش مرتاح للمكان. بس هي كانت بتقوله ان ده مكانها المفضل وان هي بترتاح جدا فيه. كان لافت نظره ان هي ما بتبقى ماشيه معاه ما بتكلمش اي حد، لو عايزه اي حاجه كانت بتطلبها منه هو وهو يطلبها لها، لانها ما بتتعاملش مع حد غيره. الموضوع ده كان مفرحه، كان حاسس ان هي بتعتمد عليه في كل حاجه. ابتدى ان هو يحكي لها اكتر عن ندى وقد ايه هو حاسس بالذنب تجاهها، وان هي كانت دايما بتنصحه ان هو يبعد عن اصحابه اللي كانوا السبب في موتها، وهي كانت بتهديه. كانت دايما تقوله ما تزعلش، ما تشيلش نفسك اكتر من طاقتها، انت ما كنتش تعرف ايه اللي هيحصل لها. وهو كان محتاج جدا ان هو يسمع الكلام ده عشان يهدي ضميره اللي دايما بيأنبه. بعد ما رجعوا القاهرة، عليا اختفت اسبوع كامل ما بتتصلش بيه، وهو كان في أسوأ حالاته خلال الاسبوع ده. والده ابتدى يلاحظ ان هو رجع تاني للاكتئاب. كان بيحاول يتكلم معاه كتير لحد ما حكاله عن عليا، وقال له قد ايه هي بتهون عنه وبتنسيه الذنب اللي هو ارتكبه في حق ندى. بس باباه كان معترض على طريقتها، ازاي رافضة تديله رقمها كل ده، وازاي بتكلمه على مزاجها وتختفي وقت ما تحب. نصحه انه يركز في شغله ويسيبه منها، بس احمد مبقاش قادر يعيش من غيرها خلاص، ادمن وجودها. بعد اسبوع كمان عليا ظهرت تاني، وطلبت منه اغرب حاجة. أحمد، أنا عايزة أروح معاك المقبرة بتاعت ندى. صدقني لو رحت هناك هتحس إن أنت أحسن، هتحس إن أنت مش مذنب في حقها، ده عمرها. احمد حس ان عليا قصده ان هي تغيظ ندى، كأنها واخداه ورايحة عشان تقول لها ان الحاجة اللي كانت بتاعتها بقت خلاص ملكها. بس هو وافق على طلبها، وسأل على مكان المقبرة اللي ما كانش يعرفه لحد دلوقتي، لأن ما جالوش قلب ولا مرة إن هو يزورها من بعد ما ماتت. وعرف مكان المقبرة وراح معاها. أول ما وصلوا، أحمد انهار وقعد يعيط قدام القبر، وهو في حالته دي لقى عليا بتطبطب عليه، بيبصلها لقى شكلها اتغير وبقت ندى. أنا كنت راجعة الأول علشان أنتقم منك يا أحمد، علشان أنت ما سمعتش كلامي، فضلت ماشي ورا أصحابك وسبتني لحد ما مت. بس لما اتكلمت معاك وحسيت بكمية الندم وتأنيب الضمير اللي أنت فيهم، صدقني صعبت عليا وسامحتك. أنا دلوقتي مش زعلانة منك، أنا بقيت مرتاحة في قبري. كل المكالمات اللي كانت بتجيلك مني كانت بتجيلك من قبري. أنا بعد ما سامحتك حاولت إن أنا أعمل معاك كل الحاجات اللي كان نفسي أعملها قبل ما أموت، ودلوقتي خلاص أنا حققت كل اللي كنت بتمناه، وأرجع قبري وأنت ارجع حياتك، وصدقني هتلاقيني دايما جنبك. وفجأة باب القبر اتفتح، وندى دخلت فيه واتقفل من بعدها. وقفت المكالمات، وأحمد حالته النفسية بقت سيئة جدا جدا. وباباه لما اتكلم معاه حكاله وقاله ان عليا طلعت روح ندى وبتكلمه من القبر. باباه اتهمه بالجنون ووداه مصحة، ولحد اللحظة اللي انا بحكي لكم فيها القصة دي احمد بيحلف في المصحة ان كل يوم ندى بتكلمه في نفس الميعاد الساعة 2 بالليل، نفس ميعاد الحادثة، وبتجيله كمان زيارات، بيشوفها وبتقعد معاه، وان هي مستنياه في العالم الاخر علشان لما يموت يفضلوا مع بعض. يا ترى دي حقيقة؟ يا ترى فعلا ممكن روح ترجع تتصل بحبيبها بعد ما تموت؟ ولا كل ده من تأنيب الضمير اللي عند أحمد، أزمة نفسية بيمر بيها بتهيأله إن هي لسه موجودة جنبه ومستنياه في الجانب الآخر؟ قصص ونظريات كتير متوثقة بتتكلم عن التواصل مع الموتى بطرق مختلفة، زي طريقة ال EVP أو ظاهرة الصوت الإلكتروني، اللي بتقول إنك عن طريق جهاز التسجيل ممكن تتواصل مع الموتى، لأنهم موجودين في عالم أبعاده الفيزيائية غير العالم بتاعنا، وترددات الصوت فيه مختلفة. في مؤيدين ومعارضين كتير للنظرية دي، إنما إجابة سؤال النهاردة، هل فعلا ندى رجعت تاني تكلم أحمد من قبرها ولا هو بيتهيأله؟ هنسيبها لحضراتكم، وإلى لقاء قريب
مع ملف جديد مع الراوي.